تشجيعا للمرأة الماكثة بالبيت وحفاظا على الموروث الثقافي الجزائري، قامت اللجنة الوطنية والدولية لسفراء المطبخ الجزائري بتنظيم مسابقة شهدت مشاركة متنافسات من مختلف الولايات. قمنا بتزيين طاولات العرض بمختلف الأطباق التقليدية والحلويات التقليدية. درنا هذا المعرض باش نحافظوا على التراث تاعنا ونوروا الاطباق تاعنا اللي تسرق من عندنا، دونك باش نقولوا بلي هذه الاطباق جزائريه 100%، وجاو من كل ربوع الوطن باش يبينوا الاطباق تاعهم وشرفونا بحضورهم وشرفتنا لجنه التحكيم، وان شاء الله تعجبكم ومرحبا بكم. المسابقة كانت فرصة لتبادل الخبرات ولقاء بين الماضي والحاضر. كان في المستوى علاه لاخاطر الشيء اللي عجبني فيه هي كانوا بزاف الاشياء التقليديه نتاعنا، وهذاك الشيء اللي يخدم الاصاله تاع الطبخ نتاعنا ويخدم التاريخ نتاعنا. اذا كانوا كلهم متشوقين باش يعملوا هذا الهذا وراهو ناجح مليح. السلام عليكم. اليوم رانا في مهرجان اللي راح يكون غني عن التعريف. كي نقولوا حاجه غنيه عن التعريف راح نقصدوا بها الاطباق التقليديه اللي يمثلونا بلادنا ويمثلونا في المحافل الدوليه. احنا اليوم حبينا نعطوا دفع معنوي للمراه الماكثه في البيت على الشطاره نتاعها كما نقولوها بالعاميه، بس كل مراه باش تتوفق تربي ولادها تخدم شغلها وزيد تبتكر لك في الدار شفت له شاب. المسابقة كانت فرصة أيضا لإبراز الأطباق التقليدية المحلية والمعاصرة، ومن بين أهدافها الحفاظ على موروثنا الثقافي.